أول مواطن جزائري يفجرها المغاربة هاربين علينا بسنوات. سمعوا الخوت. هذه والله غير جاتت على اعلى مستوى، وعمي كذبت على بعضنا. المغرب حاب يمد وجه مشرف للكره الافريقيه، كل شيء كان ملاعب لاول مره، ملاعب كانوا كل واحد عنده وين يونطريني وحده، لاول مره كل واحد قابض غوتال تاعو. بكري كانوا شغل اقامه جماعيه، شغل كل واحد في اقامه جماعيه، دوكا كل واحد الوطن تاعو كانت على اعلى مستوى. ما نكذبوش على بعضنا، كبنيه تحتيه في الميديا. ام سي اول مره دير لك رافينال، نتفليكس وصرا في الدوره هذه كامل، كان كل شيء رائع، كان موفمون شباب. خلاص سمارت الحاله والله. كنا عايشين كان بكل قوه. المغرب بهذا التنظيم أصبحت لا تحتاج لتسويق لكأس العالم 2030. ويمكن أنا عاجبني قوي التنظيم والملاعب، فكل ملعب تحس ليه شخصيته ليه هويته. تنظيم ولا أروع لما نتكلموا على المنتخبات المشاركة. تنظيم على أعلى مستوى، ملاعب من الطراز العالي جدا. أعتقد أن المغرب قدمت يمكن أفضل نسخة في تاريخ هذه البطولة من ناحية التنظيمية، خاصة من ناحية المنشآت والملاعب، وراح تصعب مهمة أي دولة ستقوم باستضافة كأس أفريقيا بعد المغرب. I open a bid for 6 months and nobody submits an offer because they lose money. And what happens? Morocco comes and says, I'll help you. And partly it's because the others don't, the government say, but we don't have the money, we don't have the resources. شاء من شاء وأبى من أبى. التنظيم كان على مستوى مونديالي، كان واضح ان المغرب بتجرب هتعمل ايه في كأس العالم، قدرت ان هي تدي تجارب مونديالية، ده جزء مهم جدا. ادت حاجة انا اشوفها الصراحة مهمة جدا، هي القيمة مقابل السعر. انت في النهاية بتقدر تدفع تيكت من على الموقع بسعر مميز جدا، بتاخد قدامه قيمة في الملعب، بتاخد قدامه تجربة فعلا مميزة في الملعب. عاوز اقول انه اللي انا شفته مثلا تحديدا في ملعب طنجة يقارن باللي انا شفته في كأس العالم 2022. اكتر بقى ما يميز البنية التحتية المغربية مش بس الطرق، مش بس الملاعب، مش بس الفنادق، لكن الانسان المغربي العادي اللي في الشارع. ده اللي بيخليك عاوز تيجي تاني عشان اتعامل معاه، عشان اخد نفس كرم الضيافة اللي انا خدته، نفس الترحاب اللي انا حسيته.